السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا لاباس، ان شاء الله تكونوا بخير. انا الحمد لله. رجعت لكم اليوم فيديو قصيرة اللي رايحة نكمل فيها معكم من سلسلة تحضيرات رمضان الكريم بإذن الله تعالى. كيما راكم تشوفوا حبيباتكم حبيباتي، لا شومبر هذه ديجا راكم دخلتوا لها وتعرفوها، ماكمش غرباء عليها. وبالمناسبة نرحب بالمشتركين اللي يشتركوا جدد، نقولكم مرحبا بكم. القناة قناتكم، وما تنساوش حبيباتي ديروا لي ابوني وتفعلوا جيم وتفعلوا زر الجرس باه يوصل لكم كل الجديد. حبيباتي واش رايحه نقول لكم، هنا مازلت متواصله في سلسله تنظيفات. ان شاء الله محسوب ما بقاليش ياسر، قريب نكمل. كيما راكم تشوفوا هنا هذه لا شومبر كانت مخلطه في حاله، كنت نخيط فيها، وتعرفوا الخياطات دركا يفهموا عليا البلاصه اللي تخيطي فيها ريحه تتخلط في ساعه. لذلك هنا قررت اني حتى هي نفرزها، تسمى كملت الخياطه وكلش، لميت كلش تاعها وجيت سيقتها، درت لها حتى هي تسييقه ملاحه، وبدلت هنا شويه الفريش برك هكا. وقلت لكم الزربيه اللي كانت مفرشه هنا خشفتوها ديجا، هزيتها حطيتها في الصاله. لذلك هنا جبت زربيه هذه، كنت شريتها جديده. قلت نفرشها حتى هي هنا، على خاطر شويه صغيره ما تهزش البلاصه ياسر، ودافيه كيما راكم تشوفوا. كيما هذا هو الشكل النهائي تاع هذه لا شومبر. اعطيوني رايكم فيها حبيباتي، واذا كاين تغيير نقدر نديرو مدولي افكار. هذه هي النتيجة حبوبات، إذا كانت عجبتكم قولوا لي، إذا كانت عندكم قلت لكم أفكار واحدة أخرى نزيد ندير هذا تنظيم ولا حاجة قولوا لي. ومن جهة واحدة أخرى هنا تاني الدوش أكرمكم الله، كيف كيف حتى هو قلت نسيقه تسيقة كبيرة كبيرة، نغسل الحيوط وندير ميناج تسمى كبير، به كي نسيق هذيك التسيقة تاع كل يوم ولا حاجة يبقى نظيف، خاصة كي شفتوا كي تحكوا الحيوط واحد رايحين تتهناو. وحبيت نعتلكم بالمناسبة هذا النظاف البنات راهو نعمة نعمة نعمة، يدير ب10,000 فقط. بصح هو شوفوا البيدون تاعي حاشاكم كيفاه كان، انا بالدم ما خليته كيما هكا، وصل لهذه المرحله باه كي نحط لكم النتيجه تصدقوني والله يا البنات ما درت له حتى حاجه ابار هذاك المنظف اللي حطيته. شوفوا كي نحطه كيفاه كي نصبوا عليه كيفاه رايح يتفاعل بهذاك الشكل. فقط هنا جربته في هذه البرمة تاع اللينوكس، تاع الالومنيوم عفوا، بصح ما مدليش حتى نتيجه، نحى شويه كالكير بصح ما مدليش حتى نتيجه، يعني بقى كيما راهو. بصح في البيدون هذا تاع البلاستيك واش رايحه نقول لكم يا البنات، نعمه نعمه. وفي السيراميك تاني، في هذيك تاع الدوش، القصعه تاع الدوش حتى هو ينحي لها صفوريه، ينحي الكالكير. والله يا البنات راكم تشوفوا نتيجه كيفاه بعينيكم. هنا كيما راكم تشوفوا حطيت بيدون ورغونته بالماء وجافيل، وبديت نحك فيها دوما الحيوط. حكي وقولي ما حكيتش، الغش كامل فرغوه فيهم يا البنات. كيما راكم تشوفوا هنا قلت لكم حكيتهم مليح، ومن بعد بديت لازم تشلوهم مليح من الماء. واللي عندها البالي الماجيك هذاك اللي فيه، اللي يجي فيه النشافه حاشاكم، تقدر تنشف بيه. اللي ما عندهاش انا جبته بالفروطوار فقط، يعني باه ما يبقاش اشهب هكا ولا حاجه. كي صبيت عليه الماء شللته، جبته بالفروطوار باه في ساعه ينشف وما يخلي لكمش اشهوبيه. هذه هي حكيت وقلت لكم مليح، جبت الحوايج اللي رايحه نطيشهم طيشتهم. شوفوا هذيك التراب هذاك اللي هبط في القصعه حاشاكم. وهذه هي شوفوا نتيجة كيفاه ولا يلمع، والله ما درت له حتى حاجة من غير اني غسلته بالماء ولومو وشللته وجبته بالفروطوار فقط، يعني ما زدت له حتى حاجة. كيما راكم تشوفوا حبيباتي، شوفوا القصعة تاني كيفاه ولات تلمع، كانت شوية صفرة من الكالكير، مع انه احنا الماء تاعنا مالح شوية يدير لنا اصفورية. هذه هي النتيجة. ومن هنا حبيباتي حبيت نشارك معكم واحدة التدبيرة. هنا بنتي كانت صيحت لي الفيرني كيما راكم تشوفوا، ما لقيت واش رايحه ندير له. اي يوم بديك تفكرت وقلت لقطه تاع الملح هذيك مالفه ديما نشوفها بس جامي جربتها، حبيت نجربها معاكم ونقول لكم اذا صح فعاله ولا لا. كيما راكم تشوفوا قدام عينيكم جربتها، رحت جبت كميه من الملح وصبيتها عليه، وتحاول تخليوها هكاك شغل حتى يشرب هذاك الملح الفرني تاعكم.
وتبداو تنحيو فيها. شوفوا انا كيف قاعده ندير، قلت لكم جامي جربتها الطريقه هذه اول مره معاكم، قلت نصورها اذا صلحت اللهم بارك، اذا ما صلحتش ما نعتها لكم يعني حتى صلحت ولا ما صلحتش. وشوفوا طريقه كيفاه يا حبيباتي، تفوتوا ديروا له هك يتلم وحده، سبحان الله عجيب والله عجيب، بقيت حيرة فيه. قلت لكم شوفوا هذه الكمية كبيرة من هنا، كيف حطيت لها الملح شوية، تحطوا لازم كونتيتي كبيرة تاع ملح به يمتصوا في ساعة. قلت لكم هنا بنتي كانت تلعب به ما فقتش بها حتى كيفاه كسرتها القرعة. جيت ندور نلقاها تكسرت في الكوزينة، كسرتها لي. المهم يعني سلكت راسي وفريت. يعني المره الاولى بقيت نخمم، بقيت واقفه ونخمم نقول كيفاه رايحه ندير، نمسحو ولا نجيب ديسولفون ولا باش رايحه ندير واش راح ندير. اي هكا وجتني الفكره في راسي هذه تاع الملح، قلت نجربها اذا صلحت اللهم بارك، اذا ما صلحتش نشوفوا واش نديروا له حل واحد اخر وخلا. شوفوا بصح يا حبيباتي كيفاه النتيجه، ما شاء الله ما شاء الله روعه. يعني قلت لكم والله ما كنتش حاطه انها راح تمد لي نتيجه كيما هكا، مالفه نشوفهم في فيديوهات هذيك تاع الحيل وتدابير وما نصدقش، يعني يا جامي صدقتهم، نقول بالك بالك هكا برك اشهار ولا حاجه فقط. بصح شوفوا كيفاه جست ما ديري له هكا يتلم سبحان الله، يولي تحسوه شغل رمل. هنا حاشاكم جبت هذه الوحده ولميته كانه شيء عادي، يعني بقات غير هذه برك البقعه شويه يعني ما تبانش. جست ما سيقتها راحت، ما لحد الان ما تبان. قلت لكم سيقتها راحت. ومن جهه واحده اخرى هنا حبوبات كنت شاركت معكم العشاء تاعي، طيبت كسرة رخصيص ومع الفريت، ودرت شويه دجاج في الفرن، حطيتها نص دجاجه فقط تحمرت لي في الفرن. ما صورتش معاكم كلش، ديجا كنت صورتها تسمى الوصفه، ما حبيتش نعاود باه ما تجيش الفيديو مكرر كشغل. وهذا هو كان عشانا حبيباتي المتواضع. شهيدكم في الجنة إن شاء الله يا البنات. وإلى هنا حبيت نقولكم وصلنا إلى نهاية الفيديو، إن شاء الله في فيديو قادم، مع السلامة.